كنت بنزل فيديوهات باستمرار. بس الفترة دي بمر بشوية ظروف، كمان شكلي تعبان ازاي زي ما انتوا شايفين. انا اصلا جاية من بره فقررت اصور الفيديو ده على طول واقول لكم الحمد لله بفضل ربنا انا عملت شغل من البيت واتطلب مني اوردر. كنت طالبة اوردر قبل كده اللي هي الستاير تحت الحوض بس ما كانش كتير. بس المرة دي طلبت اوردر شنط وشوزات، فهوريكم الحاجات اللي انا طلبتها. وعايزة اقول لكم ان كل اللي انتم محتاجينه جروب تدخلوا عليه وتنزلوا الحاجة وتكتبوا. الموضوع سهل وبسيط، ولما حد يطلب منك تبتدي ان انت تجمعي الاوردر وبعد كده تطلبيه. طبعا بندفع شحن، ناخد بالنا من النقطة دي عشان شركة الشحن كل فترة بتزود الاسعار بتاعتها. فلازم نعمل مشروع ما نخسرش منه، نكسب منه حتى لو مكسب بسيط. طبعا نحمد ربنا على كل حاجة وانا مبسوطة قوي. فطلعت ان انا اقول لكم على الاوردر اللي انا طلبته وهوريه. بصوا بقى الحاجات اهي، هي الشنط. انا كان مطلوب مني من الشنط دي الوان تانية بس للاسف ما لقيتهاش وكده فاهي. صراحة مش عايزة افكهم من الكيس بتاعهم بس عشان ده بتاع بنات، بس هحاول ان انا افك حتى واحدة بس. حلوة وخامتها كمان طلعت حلوة، يعني احسن ما كنت كمان بتخيل. بصوا الشنطة اللي هي الكروس دي، شايفين فيها سوستة من جوه. طبعا هي مش كبيرة قوي بس شنطة كروس من الحبل اللي هو الحلو ده، الشريط ده بس خامته تقيلة بجد وحلوة قوي. وبرضو طلبت اللي زيها البيج، برضو نفس الشريط بتاعها. حلوين قوي بجد يا بنات، وخامتهم طلعت كويسة. انا كنت خايفة قوي من الخامة بتاعتهم بس طلعت بجد حلوة قوي. وانا كنت عاملة عليهم عروض ففي بنات طلبت مني ونزلتهم. وهكلمكم ازاي تبدأي شغل من البيت بمبلغ بسيط جدا، اي مبلغ معاكي. طبعا في واحدة تالتة برضو شنطة سودا نفس الموضوع. ودول اللي هو السليبر، حلو قوي السليبر ده، كان مطلوب مني 2 منه برضو. هو ده، وكمان ده حلو قوي كنت خايفة بجد منه بس بجد طلع حلو قوي. شايفين اللي هو الصندل الشفاف الألماس ده بجد تحفة، في عروسة كانت طالباه مني فبجد عجبني قوي. واخر حاجة بقى دي حاجة برضو كانت اختي طالباها مني عشان رمضان بقى وكده، وخروجات بقى اللي هي بعد التراويح مع العباية وكده، وبرضو بجيب عبايات وبنزل. وهسيب لكم الجروب بتاعي، وبإذن الله لما ربنا يكرم يعني ولو حد طلب مني حاجة بإذن الله هتفق مع شركة شحن وهوصل للمحافظات. بصوا شايفين الشياكة، حاجة كده تحفة بجد تحفة، والخامات عجبتني قوي. اوعى تنسوا تدعموني بلايك، وان شاء الله الاوردرات اللي جايه لي في اوردر ادوات منزليه هصوره معاكم. هسيب لكم الجروب وباذن الله فيما بعد هعمل صفحه انستجرام، يعني البروفايل اللي على الانستجرام، وهنزل فيه كل حاجه وهتكلم معاكم عن الحاجات. هقول لكم بقى ازاي نبدا مشروع من البيت في السريع. بصوا انا بدات ب1000 جنيه بس، 1000 جنيه تطلعي منهم كمان الشحن اللي هو تنزلي. حد طلب منك طبعا احنا بنحول للناس التجار اللي احنا بنتعامل معاهم، وطبعا بيبقى جروب تليجرام بنزل من عنده الحاجة وبحط مكسبي على الحاجة وربنا بيبارك والله مش بزود اكتر من كل اللي انت محتاجاه ان انت يبقى ليكي معارف. تعملي جروب على الفيسبوك. انا كان عندي جروب اكل عشان كنت شغالة من فترة اكل من البيت، فالجروب كان عليه حبة حلوين زي 700 عضو تقريبا. فواحدة واحدة الجروب بيكبر، أو كانوا تقريبا 600 دلوقتي وصلوا 700 حاجة و80 بفضل ربنا الحمد لله. بنزل على الجروب بتاع المدينة بتاعتي. طبعا بتشوفي المدينة بتاعتك ليها جروب بتنزلي عليها حاجات، يطلب منك مثلا اوردر بالحجز، ما تجيبيش حاجات وتركنيها. عندنا جروبات تليجرام موجودة كتير، ادخلوا وابحثوا هتلاقوهم. ادوات منزلية بقى، كل حاجة انت بتنزلي الحاجة وبتزودي عليها مكسبك وتطلعي الشحن زي ما قلت لكم كل الحاجات دي. فانا بدات ب1000 جنيه وبفضل ربنا طلبت الاوردر ده، وكنت طالبه اوردر قبل منه كانت الستاره تحت الحوض بس للاسف ما صورتهاش لان هما كانوا 4 بس، وان شاء الله لما يطلب مني تاني كان مطلوب مني هجمع اطلبهم واوريها لكم.
وكمان مطلوب مني اوردر ادوات منزليه، وهو ان شاء الله جاي في الطريق هصوره معاكم. بس يعني تقدري وانت قاعده في بيتك تكسبي لحبايبك وصحابك وكده. وحاولوا يا جماعه ما تطلعوش بفلوس اللي هو تبقي مديونه، عشان انت جايه تكسبي مش تخسري. فلو ربنا فتحها علينا مثلا فيما بعد عرايس وكلام من ده ممكن نقول ماشي. وانا بحمد ربنا بجد ان انا وصلت للحاجه اللي كان نفسي فيها. كنت خايفه قوي ان انا اعمل اوردرات من البيت او انزل حاجه ما تعجبش الناس، بس بجد الحمد لله. هسيب لكم زي ما قلت لكم لينك الجروب، وتواصلوا معايا. بنزل من صفحتي الشخصيه وكل حاجه عايزين تسالوني فيها او تستفسروا عنها. تمام. فطبعا يعني انا اول ما بدات قلت هبدا ادوات منزليه، بس لأ، بدأت أنزّل كل حاجة، اللي هو أدوات منزلية ماشي، مفروشات، شوزات، شُنط. فجرّبي حظِّك في كل حاجة. كمان منزّلة عبايات بس لسه ما طلبتش order عبايات. بُصّوا، اللي يخطر على بالِك واللي ما يخطرش على بالِك لانجيري فيما بعد بإذن الله في الصيف برضه، أو بعد رمضان أو والعيد وكده. هانزّل لانجيري، كل حاجة بإذن الله باحاول إن أنا أتعامل فيها. ما تقلقوش من أي حاجة، واتكلوا على الله، وربنا اللي بيرزق والله العظيم مش أي حد تاني. أشوفكم على خير فيديو جديد. اوعوا تنسوا تدعموني، وجبت لكم طريقة شغل من البيت بسيطة جدا لكل ستات البيوت من غير ما تتعبي نفسك. كل اللي انت بتحتاجيه ممكن تعملي كمان جروب واتس تخليه للشغل، وفي نفس الوقت ممكن البنات يجوا يستلموا منك أو تبعتي لهم دليفري. بس الموضوع بسيط جدا. أشوفكم على خير. باي باي. كل سنة وانتم طيبين.